ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم علما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ومن بحبل النبي تمسك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أكمل الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره الجسما. فارس عليهم أسرف خلق وجل أبيده رحمة. تعالى قد ردته الأزالة بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثار صرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفادي بزم حرة الإحسان سورة كاملة درت في هيكل محمود فتضرب بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله تجلى عليه الحق في عالم قدسه الواسع تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا قلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد تركى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البرود
البطون والدهور ما ملأ الوجود الحلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التشديق بها والعدان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتشديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلق من فرض ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلم الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوشعها من نعمة انتشرها شرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوشائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبيات في مواتن لله وأقبل على غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح مصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا دلال أشرف الأصل بوده وحبه ما أعطر الأكوان بنفس ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنات الغامرة فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه
وقد قضت الأقدار الأزالية بما قضت وأدهرت من سر هذا النور ما أدهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من أجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بيسر من شرع أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويح المتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا ترب الكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هداني إلى تدوين ما فيه من سير أسراف المحلوكين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي أسابع يا خالي شرب حالي يا خالي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي أسابعد الضبابة يا خالي شرب حالي يا خالي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي أسابعد الضبابة يا خالي شرب حالي يا خالي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي أسابعد الضبابة يا خالي شرب حالي يا خالي شرب حالي بدالي من عديم الأطعم قد بدالي أطعم قد بدالي وحسن الظن في من دعاني رسمالي دعاني رسمالي وفي عتاب بابي الندى حقت بحالي وفي عتاب بابي الندى حقت
واسفين لنا يا خير والي لنا يا خير والي ألا بابك وقفنا بوجه الامتثال ألا بابك وقفنا بوجه الامتثال ومن رجاك نرجو العطايا ذا النوالي عطايا ذا النوالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الضمامة يا قالي شرب حالي يا قالي شرب حالي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن السمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أحبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المسحورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أحبلني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا هللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله ومنذ عليك عليه. به الدرة المكنونة والجهرة المشونة والقرن كله بشر ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب دروس إسراك هذا الصراط والعيون متسوقة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطت بصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بالغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإذن الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم خفى إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبساط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وحين عليه. قرب أوان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق كما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبله الكمال من النور أن عمود وبرز الحميد المحمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرب لأن له شرف على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحول السرة تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قال لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشأ أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأصبر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة وقشعرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. فكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات لما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين درعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق السبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه وسلم. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة صلى الله عليه وله وسلم. مشغولة أخلاقه الحيبة القوية التي ترتيد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نسل به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل
صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أهدت على نجم السها بإناني صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعديم والخلق العديم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عائلة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أسرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في رجاب كم عجائب كم مواهب وكم جود عرج المصطفى به خير حامد ومحمود. ودنا فتدلى فالعطاء غير محدود. جاءنا بالصلاة من ربنا خير معبود. خصه الله في حقا سعد كل مسعود. واجعله المهيمن أصل ما كان موجود. فهو أصل المدد والكون بالله ممدود. وهو والد وكل الكون قصر مولود. وهو شاهد وهو للمقامات مشهود. يا إلهي به تمم لنا كل مقصود. يا إلهي به تمم لنا كل مقصود. واجعل الكل منا في أحبته معدود. في رجاب كم عجائب كم مواهب وكم جود عرج المصطفى به
خير حامد ومحمود والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya kusmi nggih. Mun kula suara ancor. Ayyuhal walad, la takul minal a'mali muflisan wala minal ahwali khaliyan wa tayaqqan anna al-ilma al-mujarrad la ya'khudhu bil yad. Misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asharatu asyaf hindiyah ma'a aslihatin ukhra wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahlul harb fahamala alaihi asadun adhimun mahibun fama dhannuka hal tadfa'u aslihatu syarrahu anhu bila istimaliha aw darfiha wa minal ma'lum annaha la tadfa illa bitahrik wad darb fakadha law qara'a ar-rajulu mi'ata alfin mas'alatin ilmiyatin wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amal. Wa mithaluhu aidan law kana lirajulin hararatun wa maradun safrawiyun yakunu ilajuhu bisakan jabina wal kashkab fala yahsul bur'u illa biisti'malihima. Wahai anakku, jangan jadikanlah amal-amalmu itu muflis, rugi. Dan jangan jadikanlah kehidupanmu itu kosong. Dan jangan kamu yakin kamu hanya mempunyai ilmu tanpa amal kamu akan selamat. Tidak mungkin. Ilmu tak endi, amal sobung mau selamat, tidak mungkin. Dia punya ilmu pun, ilmunya luas, cuma tanpa amal tidak mungkin. Al ilmu bila amal junun, wal amal bi ghairi ilm la yakun. Di ilmu bila amal tanpa amal junun, gila neka. Penter, alim, cuma tidak mengamalkan ilmunya, mereka termasuk orang gila. Wal amal bi ghairi ilm, amal tanpa di ilmu, la yakun, tidak bisa. Abejeng duhur 5 rakaat tak sah. Wong golem bapak beb kurang beb 5 neka bodoh percuma, tidak sah. Lak subuh 2 rakaat enteng beb, kau lekepin petang rakaat beb, tidak bisa. Puasa dia puasa, ahli poso, cuma tak ngerti ilmu nih. Bahkan dia sampai batal no poso apolong kali sing bine. Seandainya tahun yang seandainya lo beb kan tak deker kau lah beb, kau lo tak nginom beb, kalau cuma kumpul sama istri saya, ya batal. Ngerti? Mau ngerti aja dilakoni nggih. Al-Imam Ghazali memberi contoh. Seandainya ada setung orang membawa pedang 10. Punya pedang 10. Orang neka syuja, orangnya berani. Dan dia orang yang ahli perang.
Kemudian dia menghadapi asadun azimun mahibun. Ada macan raja yang berwibawa. Fama dhannuka, apa kira-kira kata Imam Ghazali? Seandainya dia punya 10 pedang pun, tapi kalau tidak ditebaskan kepada macan, dia sing dipangan. Seandainya dia punya 10 pedang pun dan dia badannya besar, bener kayak kula nggih, kula nek koros. Badannya besar, punya 10 pedang pun dan dia pemberani, cuma pedangnya tidak ditebaskan kepada macan, ya dia yang dimakan. Seperti orang sing di ilmu cuma tidak mengamalkan, dia akan dimakan dengan azabnya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin wasan. Orang sing di ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diadab sama Allah sebelum orang-orang sing menyembah berhala. Ini ada sangat semangat dalam mencari ilmu. Pada setung Habib, saya lupa namanya ya. Itu beliau mondok selama 20 tahun. Kalau datang risalah, ada surat dari orang tuanya. Kalau dulu bukan telepon, sobung telepon, dulu surat. Kalau datang surat dari orang tuanya, itu beliau masukkan bantal. Beda surat poleh dimasukkan bantal. Beda surat poleh dimasukkan bantal. Jadi selama 20 tahun tidak pernah melihat surat dan tak oneng kabar keluarganya. Sobung kemanten misanan sobung. Kan panjenengan ngeten nah. Anak mondok oh semakin kemanten misanan. Diizinno nang kiai ini. Oh anak kula sakit panas, Beb. Sik loro panas durung sedruk sian. Ini selama 20 tahun nih Habib tidak pernah melihat risalah, tidak pernah melihat surat kabar dari orang tuanya. Sampai bantal mereka penuh dengan surat. Akhirnya selesai dari mondoknya, dia pamit sama syekhnya, ya Syekh, alhamdulillah anak sudah baca kitab ini, anak sudah khatam semua, alhamdulillah. Anak sekarang mau pamit, mau pulang. Izinkan anak pulang, ridhokan saya pulang. Dan saya minta sanad untuk berdakwah di daerah saya. Katanya Syekh ini, na'am. Iya, tak izini kamu pulang dan tak izini kamu untuk berdakwah. Akhirnya ketika dia mau pulang, dia buka suratnya satu-satu. Orang tuanya sobung. Jadi suratnya ini ngabari bahwa orang tuanya sudah tidak ada. Dibuka lagi, ibunya tidak ada, kakaknya kawin dengan ini, adiknya kawin dengan. Pulang tidak ada orang tua sama sekali. Pantes nggih, jadinya orang besar. Oleh sikit mondok seminggu wis disusul lah ya. Nginep hotel kon jenenge losmen. Jok gampang kon muli anake. Lah punya anak pondok, lempar enggak apa-apa. Setahun enggak pulang enggak masalah. Jok muli kon nak, ente sego kon. Enggak apa-apa, enggak pulang. Jangan nanti anaknya nangis, disusul ae wis mulai akhirnya geding repoti kon nggo. Sayyidina Umar berkata, saking pinternya di Madinah ya. La yabi fi suqina wa la yashtari fi suqina man lam yatafaqqah. Di pasar dulu, di pasarnya Madinah, tidak boleh menjual dan tidak boleh membeli kecuali orang-orang sing ahli fikih. Orang-orang sing ngerti di zamannya Sayyidina Umar. Jadi penjualnya harus mengerti, pembelinya harus mengerti hukum fikih.
Jadi saking ilmunya, saking pentingnya. Jadi sobung, bang mekar sobung nggih. Bang mekar sobung insyaallah. Kangenan. Lah dik kene benyak. Apa-apa utang kon iki. Ngerepoti sing lanang tambah. Cek gampangnya utang sama bank. Atase mangan sak piringe kon utang karo bank. Banyak nek Gus. Hati kalau orang makan sedaja nggih. Panjenengan urip niku mboten repot nang sini, Pak. Mangan kelor, tahu tempe, urip pisan. Sing repot nek kepingin sepeda anyar. Akhirnya utang. Beda setung sepeda anyar, tambah pole Beb, utang pole, 2 sepeda. Mari 2 sake kepala. Tagih kuno tagih sini. Qala syair. Imam orang yang bersyair berkata, terakhir. Man lam yadzuq dulla ta'allum sa'atan. Orang sing tidak pernah susah dalam mencari ilmu, sa'atan sekali aja. Tajarrudul jahli tula hayati. Dia akan merasakan bodoh sampai ketika dia dewasa, sampai mate. Coba kau le mondok semangat nggih, tak goblok semangken. Nah. Barang siapa tidak pernah merasakan ilmu satu kali aja, susahnya mencari ilmu satu kali aja, maka dia akan merasakan bodohnya sampai mati. Orang mondok ini susah, Pak. Pagi belajar, malam belajar, mangan itirakat. Wa man fatu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'atin wafatih. Orang sing ketika masih muda tak belajar, fakabbir alaihi arba'atin wafatih. Anak kayak gini nak mati wis. Anak kayak gini punya anak kayak gini anaknya mah. Hayatul fatah wallahi bil ilmi wat tuqah. Manusia ini kehidupannya 2. Kalau tidak berilmu ya bertakwa. Ilmu bertakwa. Illam yakuna, tidak ada dua-duanya ini, la'tibari datih, maka tidak dianggap sama manusia. Ngerti nggih? Umpan jenengan datang tahlil teko ndak direken, Pak. Mon kiai tak datang mikir. Nang di kiai kok ndak teko-teko. Ngerti ya? Kenapa? Karena punya ilmu. Nang di Habib yo ndak teko-teko. Panjenengan teko ndak ndak apa-apa. Kan ndak dipikir. Bade manakipan acara manakib. Kira-kira yang ditanya hadirinnya apa yang kiainya? Kiainya. Penceramahnya 3. Kula Habib Mahdi Gus Muhib. Sing ditakoni masyarakatnya apa kiai ini? Teko Habib Mahdi. Datang Gus Muhib. Yang dicari mereka. Lek sampeyan yo tambah ndak teko ndak apa-apa, tambah enak, tambah ngirit. Kan begitu. Makanya kalau punya anak, kalau goblok Bib, kalau punya anaknya. Orang punya ilmu apapun, selama ilmu itu ilmu yang baik, dia akan dihormati. Selama ilmu itu yang baik, dia akan dihormati. Lebih-lebih ilmu akhirat, lebih-lebih ilmu akhirat. Sak hebat-hebati Pak Karno, mak kali kholi Habib Ali Habsi Solo atau kali kholi Habib Kiai Hamid, sik tetep ramian Kiai Hamid. Pak Karno neka presiden nomor 1, Pak. Pak Karno neka pejuang. Cuma tak ngerti ilmu agama. Kiai Hamid ya bukan terkenal pejuang lah. Habib Ali Habsi tak terkenal pejuang, orang Arab, orang Sewun, tak oneng masuk manusia, orang Indonesia tak oneng. Cuma banyak sing berangkat teng Solo. Kenapa? Karena beliau mempunyai ilmu akhirat, lebih-lebih ilmu akhirat. Belajari anaknya ilmu akhirat. Mau jadi dokter enggak? Oh, mau jadi dokter. Cuma jangan sampai lupa dengan ilmu akhirat. Insyaallah manfaat. Amin Allahumma amin. Rabbi anfa'na barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatil muftini hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Salah siji kan ndak harus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جمع طارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظاهره وعم ببركات وشرب جاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع القطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع
وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في ختمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الفاتحة.